الاهلي لم يناقش فكره رحيل مارسيل كولر وما عندهمش نيه، واللي هم متمسكين ببقائه. وعلى فكره القصه بتاعت جزئيه ان هو هيمشي بعد كاس العالم للانديه لم تحسم حتى لو الاهلي متمسك ببقائه. وعلى فكره ريني فايلر حتى لو مارسيل كولر مشي الاهلي مش هيفكر فيه، لان وجهه نظر الاهلي وانا اسف في اللفظ اللي اقوله انه كان لم يكن غير امين على الفريق. دي جمله اتقالت لم يكن امينا على لم يكن امينا على الفريق، لانه كان في الفتره الاخيره كان خايف من كورونا ما يباتش في المعسكر مع الفرق، فكانت الامور مش كويسه. تمام. طيب نروح الى صفقات يناير والخريطه والاستراتيجيه الخاصه بالنادي الاهلي فيما يخص الصفقات. قبل ما نروح للخريطه في 2 لاعب بس حابين نتكلم عليهم من ضمن الملفات الشائكه. اتفضل. يوسف ايمن. يوسف ايمن الامور اللي دايره في النادي الاهلي دلوقتي ان في اتجاهين، اللاعب كده محلي مش هيضرك في حاجه، يعني مش متأيد اجنبي، فليه انا امشيه؟ الجزء الثاني بيقول لك ما هو عشان القايمه 30 لاعب فانا محتاج ان انا افضي عشان برضه انا عايز اتعاقد مع صفقات محليه. يوسف ايمن حسب